النهاردة بقى يا بنات هقول لكم ازاي تزيلوا ريحة العرق الكريهة ب3 حاجات بس: شبة، مستكة، الملك اللي هو المسك. هطحنهم 3 مع بعض، وبعد ما اطحنهم المطحنة اللي انا استعملتها دي يا بنات ما استعملهاش البهارات تاني، اخليها للحاجات العطرية. واهم حاجة بقى استعمله ازاي: بعد ما اطلع من الحمام واكون منشفة نفسي كويس وتحت باطي كويس جدا، مش على مية ولا على عرق، اكون مستحمية واقوم جاية واخدة بصبعي كده زي ما انتوا شايفين، شوفوا هو بودرة ازاي، بودرة ناعمة، ولا احط عليه اي اضافات الا ال3 دول، واحط لحسة من هنا ولحسة تحت باطي من هنا. بص يا بنات هتحسي بانتعاش فظيع، ولا هتحسي ان في عرق بقى ولا ريحة وحشة. وانا عن تجربة، انا فوق ال35 سنة مجرباه، صدقوني احلى من اي ريحة واحلى من مزيل العرق. وينوبكوا ثواب بقى لو تشاروه لاصحابكم بقى اللي هم بيزهقوا من العرق وكده والحر، وجربوه وعليا.